في صباح يوم الاثنين الساعة 4 العصر صحى حبظلم. للتوضيح اسمه حبظلم متولي عبد الفتاح القاسم العنابي، ده الاسم المكتوب في البطاقة. عايز تصدقني صدقني، مش صدقني مش مهم. حبظلم شاب عنده 30 سنة، متخرج من كلية المجتمع شايفها انها كلية وحشة ملهاش مستقبل، بتاعت الناس اللي ما جابتش مجموع والناس الصياع. ده من الاسباب اللي خلت حبظلم مش لاقي شغل، عشان معظم الناس دخلوا الكلية دي فمفيش شغل خالص. طلع حبظلم من الأوضة لقى ابوه الحاج متولي وامه الحاج ام حبظلم. ايه يا عم انت مستنيني اقول لك اسمها ولا ايه؟ ده الحاج متولي يقتلني فيه. صباح الخير، ده اللي حبظلم قاله لابوه. ابوه ما ردش عليه، بس هو بص له بصه قرف. حبظلم عارف انه مش هيرد عليه عشان ابوه مش معترف بيه كشخص. صباح الخير قال لامه. صباح النور يا حبيبي. ايوه يا اختي، خليك انت كده، انت اللي مخيباه. عارفه لا وانا قدك كده كنت شغال 5 شغلانات وكنتش باخد من ابويا ولا مليم واحد، عشان انت قايل لي زي الولايه كده. طبعا دي معايره لو انت مش عارفين، يعني اللي انت شايفه ده اللي حبظلم قاله كل لابوه. دخل حبظلم الحمام استحمى وهكذا، طلع سمع صوت ابوه بيضحك وفرحان. طبعا بالنسبه لك دي حاجه عاديه، بس بالنسبه لحبظلم عارف ان اخوه جه البيت. تامر. انا برضو مستغرب انه ازاي الحاج متولي يسمي الاسم ده اصلا. تامر عنده 24 سنه، عنده شركته الخاصه وشقه على البحر وفلوس بالهبل وعربيه. ايه يا عم ده فين الواقعيه في الكلام ده؟ ايه اسكت. تمام، حاضر. طلع حبظلم عشان يسلم على تامر، بس هو اصلا مش طيب. ازيك يا تامر؟ ايه يا مظلومه، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. اديك شايفه اهو يا عم، يا دول الولايه. حبظلم حس بخنه رهيبه، نزل من البيت من غير ما حتى يقول ولا كلمه. وهو طالع من باب الشقه رزع الباب طخ. حبظلم كان عمال يفكر، حط ايده على بطنه بيقول يا ريتني كنت فطرت حتى ونزلت. حط ايده في جيبه لقى معاه 50 جنيه. راح لعمه سنبل صاحب الحاج متولي ابو حبظلم. ازيك يا عم سنبل، عامل ايه؟ ازيك يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله يا عم سنبل، انت عامل ايه؟ كويس، انا الحمد لله. عايز حاجه؟ بقول لك يا عم سنبل، عايز البسكوت ده ب5 جنيه. اتفضل يا عم سنبل. ايه معكش فكه ولا ايه؟ لا. عم سنبل قعد يبرطم انه معهوش فكه، وعم سنبل بيدور على الفكه ظهر شيطان حبظلم بدأ يوسوس له. بقول لك ايه يا غالي، ما هي بايظه، ما تاخد اي حاجه وحطه في جيبك ومش هيلاحظ يا عم. طبعا اي حد كان استعاذ من الشيطان وخلاص يعني، بس حبظلم كان معمي من كتر الخنقه اللي في قلبه، وعمل كده، حط الحاجه في جيبه واخد الباقي. مشى حبظلم وفتح البسكوت اللي سرقه واكله، وحس بشعور الخنقه اللي كان في قلبه ده اختفى، وحس بشعور باللذه والمتعه. ودي حاجه الشيطان عملها، انه خلى الحاجه الوحشه دي ليها لذه، وانه عمل حاجه محدش يقدر يعملها. فتح البسكوت اللي دفع فيه الفلوس لقى طعمه وحش. طبعا عادي يعني، مش ضروره انه الحاجه اللي انت تدفع فيها فلوس ساعات تكون حلوه. طبعا حبظلم ما صدقش، راح تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم وسادس يوم وهكذا. كل مره حبظلم كان بيحس بنفس المتعه، وانه بيعمل حاجه محدش يقدر يعملها، ولا حتى اخوه تامر بيدفع فلوس للحاجه دي، بس هو بيجيبها ببلاش. بس حافظهم كان مفكر انه احسن حد في الدنيا، عشان هو لقى حاجه هو كويس فيها، حاجه بيعملها عشان نفسه، مش عشان يقنع حد انه كويس، بيعملها عشان بس هو بيعرف يعملها. بس طبعا ده على العكس. حبظلم كان في قاعة هو ما كانش يعرف ان الطلوع منه صعب، عشان ما فيش حد ياخده من ايده ويطلعه من القاعة ده. حبظلم كان من كتر المرات اللي سرق فيها بقى معمي خلاص. ربنا بيستر مرة واتنين وتلاتة، بس يجي وقت ربط الستر دي هتتشال، واليوم ده جه. كالعادة حبظلم ركب الوش الحنين والمحترم، ازيك يا عم سنبل، ازيك يا ابني، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا اول ما سنبل لف وشه، حبظلم اخد حلويات من عنده واخد حاجات تانية، وطبعا اخد الباقي. ها شكرا يا عم سنبل. واول ما لف لقى مين؟ ابوه شافه وسكت. حبظلم كان عمال باصص في الارض خايف، بص يمين شمال، لسه حبظلم كان هيبرر اللي هو بيعمله. ابوه ضربه بالقلم، قلم يموت. حبظلم مش مصدق ازاي ابوه يضربه. الحاج متولي مش مصدق ان ابنه يعمل كده. هات الحاجه. حاجه ايه؟ انا الحاجه بقول لك. اتفضل. رجع الحاج متولي الحاجات لعم السمر واخده من قفاه. روح البيت، كل حاجه جت في دماغك من ضرب وشتايم ومعايره وزعيق وعياط حصلت. الشعرايه اللي كانت الامل الوحيد ان ابوه كان يكون فرحان بيه او حتى علاقته بابوه تتودد اتقطعت خلاص. فكرين الموضوع ما خلص على كده؟ لا، حبظلم ما سكتش. حبظلم على صوت، زعق، غلطهم، قال لهم انتوا السبب. ابوه مستحملش، كرشه من البيت. شاف كده اخوه تامر وهو واقف، شاف امه وهي بتعيط. حبظلم قعد على السلم، ما عيطش ولا اتضايق، بس حبظلم كان عارف حاجه، ان الحاجه اللي هو شايف ان هو كويس فيها هي السبب في كل ده، بس هيقعد يكذب نفسه.